فأولا العلم معشر الإخوة والأبناء إنما هو الوحي، ما قام عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع الصحيح بشروطه المعتبرة، أو القياس الصحيح وخصوصا الجلي، أعلى أنواع القياس، القياس الجلي الواضح، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا نفي الصفات جهالة حذرا من التعطيل والتشبيه. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصم. أدلة الشرع الشريف 4، محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. والشرك في التشريع منه ينفجر، شرك العباد بالإله المقتدر. وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن. فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان. وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول. لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى. ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. وبعد، فالعلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمه. والعلم أشرف ما يحصله الإنسان. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والفقه أولى ما به العبد اعتنى. حض عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمر ولا بالعظة انتفاع. من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الأمر الذي لا يعقل. فالعلم هو العلم الذي جاءنا به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. العلم هو الذي لا يتبدل ولا يتغير، هذا هو العلم. وأما الذي يتغير في كل يوم هذه نظريات. العلم هو الثابت الذي لا يتبدل، هذا هو العلم الصحيح. إذا أطلق العلم فالمراد به ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن السلف الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو العلم. فعليك يا طالب العلم أن تعرف ذلك، وقد نص على ذلك العلماء
وهناك رسالة لطيفة جدا للآجري في هذا رحمه الله في طلب العلم وماذا يجب على طالب العلم وماذا ينبغي له. رسالة جميلة جدا في هذا، جديدة، طبعت قريبا. فالشاهد عليك بالعلم، والعلم قال الله قال رسوله. قال الله في كتابه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته: لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيح لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد. يرى الطبيعة في الأشياء مؤثرة، أين الطبيعة يا مخذول إذ وجدوا، وما مجلاتهم وردي ولا صدري، وما لمعتنقيها في الفلاح يد، إذ يدخلون بها عاداتهم وسجاياهم، وحكم طواغيت لهم طردوا، محسنين لها كيما تروج على عمي البصائر ممن فاته الرشد. من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كثيرهم لسبيل الغي قد قصدوا، يرون أن تبرز الأنثى بزينتها وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد، من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بهم تزيوا، وفي زي التقى زهدوا، وبالعوايد منهم كلها اتصفوا، وفطرة الله تغييرا لها اعتمدوا، على صحائفهم يا صاح قد عكفوا، ولو تلوت كتاب الله ما سجدوا، وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا، وفي المجلات كل الذوق قد وجدوا، وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا، تشبها ومجاراة وما اتأدوا، قالوا رقيا فقلنا للحضيض نعم تفضون، منه إلى سجين مؤتصد، ثقافة من سماج ساء ما ألفوا، حضارة من مروج هم لها عامدوا، عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدردوا موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم، وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلل منهم ومستتر ومستبد ومن بالغير محتشد، لا لهم إلى دركات الشر أهوية، لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهوى لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق قد بلدوا، صم ولو سمعوا، عمي ولو نظروا، بكم ولو نطقوا، بهتم بما شهدوا، عموا عن الحق صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا، باعوا بها الدين طوعا عن تراضي، وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمل صبرا وهو يتقد، المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا. هذا الوضع الذي نحن نعيشه الآن بالحرف الواحد تماما، دعوة إلى التفلت من الكتاب والسنة، إلا عند القليل الدعوة إليهما، دعوة إلى مجاراة الغرب الكافر في كل ما يأتي ويذر. وقد أمسينا وأصبحنا ونحن نسمع بعض أبناء جلدتنا يقول هذا، لا سيما بعد هذا الانفلات الذي نعيشه اليوم للأسف، طعن في السنة ورمي لعلمائها وحفاظها في القديم، وطعن وبهت ورمي للقائمين بها في عصرنا الحديث، رمي لهم بالتخلف والرجعية وأنهم هم سبب تأخر الناس في هذا الزمان، ودعوة إلى المروق من الدين عياذا بالله.
وانبهار بالغرب الكافر وخروج عن سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دعوة إلى الحرية كما يقولون، حرية الاعتقاد. دعوة إلى حرية الاعتقاد كفر بالله تبارك وتعالى، دعوة إلى التفسخ والانحلال، كما ترون المرأة 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 المرأة، وكأننا قد أقفلنا على المرأة بين 4 جدران وسجناها سجنا وقهرناها قهرا. يا لله العجب. وإنما هؤلاء يريدون إفساد الأخلاق وإخراج هذه الجوهرة المكنونة حتى تكون عرضة لكل طامع، نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى مدح الله تبارك وتعالى لنساء أهل الجنة: حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون. البيض المكنون يبقى أبيض نظيف، فإذا عرض للشمس والهواء اتسخ. فوصفهن الله بهذه الأوصاف. ونساء أهل الإيمان يجب أن يكن في الدنيا هكذا مقصورات. الحرائر في الجاهلية كان عليهن من الستر ما يناقضه بعض حال المنتسبات إلى الإسلام اليوم. ويا لله العجب. العلم هو هذا، والعلماء هم القائمون بهذا العلم حقيقة. العلماء هم الذين يقولون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أبو داود، خرجه الترمذي، خرجه ابن ماجه، خرجه أحمد، خرجه الطيالسي، خرجه الدارقطني، رواه مالك في الموطأ، خرجه البيهقي، خرجه البزار، وهكذا. هؤلاء هم العلماء حقا. أما الذين يصدرون من عن آرائهم ويأتوننا بنحاتات الأفكار وزبالات الأذهان، هؤلاء ليسوا بعلماء، ليسوا بشيء، ليسوا بعلماء. فالعلم هو قال الله قال رسوله، والقائمون به هم العلماء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء هم ورثة الأنبياء الذين أخذوا بعلم الكتاب والسنة، هؤلاء هم العلماء. والفقه هو معرفة الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأحكام المستنبطة من أدلتها من الكتاب والسنة. هؤلاء المستنبطون هم العلماء، هم الفقهاء. والذي يأتون به هو الفقه الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واسمعوا للحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فجعل صلى الله عليه وسلم حمل الحديث هو الفقه، والتفقه فيه هو الفقه، والناس فيه متفاوتون. منهم من هو مأجور وليس له أجر إلا على الحمل، وهذا على خير، ومنهم من عنده الحمل وعنده فقه، ومنهم من هو أفقه من الثاني. فهذا هو الفقه. الفقه هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة الحلال والحرام بأدلتها من الكتاب والسنة، هذا هو الفقه. ثم تشبه بهم من ليس منهم، فتنظر إليه وإذا بكلامه ليس عليه مسحة العلم، لا يدري الأدلة لا من الكتاب ولا من السنة. فإذا بحثت عن تعلمه وجدته بيطري،
طبيب حيوانات، هذا حقه أن يبقى مع الحيوانات، يطبب الحيوانات، ليس له دخل في علم الشريعة، ومع ذلك يخول لنفسه الكلام في دين الله تبارك وتعالى فيفسد كثيرا. كما يفسد في عوام المسلمين، يفسد في كتب العلم أيضا لأنه لا يفهمها. وقد كثر هذا في هذا العصر، فتجد بعضهم يحقق كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله بن جعفر بن حيان، ويأتي إلى حديث أبي هريرة وحديث أنس. الأول كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا وقبيعته من فضة، فيعلق على حنفي وينزل في الأسفل في الهامش يقول أي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. النبي سيفه حنفي منسوب إلى أبي حنيفة، وهذا مطبوع في الأسواق وفي مكتبة النسخة موجودة. شيء عجيب. وآخر موضع ثاني، ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، قال وفيه قال القائل ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. هذا قال الفرزدق في زين العابدين، يقول في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهل. تسنم هؤلاء غارب العلم وزعموا أنهم من أهله وليسوا منهم في شيء، فأفسدوا كتب العلم وتشبعوا بما لم يعطوا وتظاهروا للناس بأنهم علماء. وهكذا إذا نظرت إلى العامة وإفساد هؤلاء للعامة، تجد هذا البيطري داعية يحل ويحرم في دين الله من غير علم ولا بصيرة، ويلبس على الناس ويحسبونه كالعلماء الكبار. للأسف إذا قلت قال العالم الفلاني قال فلان. وآخر يرمي هؤلاء العلماء بأنهم عميان، ويقول كيف تفلح أمة أسلمت قيادها للعميان فيها. يعني محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ محمد العلامة الحبر، يعني الشيخ بن باز رحمه الله العلامة الحبر، الشيخ بن حميد رحمهم الله جميعا العلامة الحبر، ومن كان معهم من إخوانهم ممن لم نذكرهم، إنما ذكرنا هؤلاء الثلاثة لشهرتهم، وإخوانهم من كبار العلماء في زمانهم وبعدهم ممن ابتلاهم الله بفقد البصر ونور لهم البصيرة رحمهم الله وحفظ من بقي. يقول كيف تفلح أمة أسلمت قيادتها لهؤلاء. وطال بنا الزمن فرأينا بعد ذلك من يزعم أن هؤلاء لا يفقهون الواقع. صح، الذي أنت عليه من الضلال لا يريدون فقهه ولا يريدون معرفته، أما الواقع الذي يعيشون فيه فهم ولله الحمد أعرف الناس به. وما ضر العالم إذا جهل حادثة بعينها، لكن إذا نقلت إليه جل حكمها، وأنت تعرف الحادثة ولا تعرف حكمها، فما قيمة علمك؟ يطعنون فيهم بأنهم ما عندهم فقه للواقع.
ويأتي ثاني ويتخلل كما تخلل الباقرة بلسانها. ويقول العلماء في أبراج عاجية لا ينزلون إلى الساحة، لا يجلسون مع الناس، وهم يصلون بالناس الفرائض، ويجلسون في المساجد لفتي الناس، ويسمعون من الناس مشكلاتهم، ويقصدهم الناس في أعمالهم وفي مكاتبهم فيستفتونهم، ويتصلون بهم هاتفيا، ويزورونهم في المجامع إذا جاءت المحاضرات. فما أكذب هذا القائل، ما أكذبه. ومع هذا كله يزعم الناس أن هؤلاء هم العلماء. هذا الصنف ممن ذكرنا لكم بعض ما وقفنا عليه من كلامه. شبه على الناس ولبس عليهم بأن هؤلاء هم العلماء. ولما جاءت أحداث غزو العراق للكويت ظهر هؤلاء ظهورا جليا. وهذا الكلام الذي أقوله لكم كله مسجل ومثبت عن هؤلاء. فالتبس أمرهم على العامة وصاروا هم العلماء، فأثاروا الفتن وأهلكوا الناس عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء هم المتشبهون بالعلماء وليسوا بعلماء، والمتشبهون بالفقهاء وليسوا بفقهاء. وأما الأخذ بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصبح هو الزندقة، فنعم اليوم عند هؤلاء وقديما عند أسلافهم كما قلت لكم فيما تقدم معنا قبل قليل في الأصل الثاني والثالث، الأول والثاني. وهؤلاء اليوم هكذا يقولون، ولكن تغيرت العبارة، فقالوا هؤلاء سبب تأخر المسلمين، سبب تأخرنا أن قاعدين مع الحواشي، مع هذه الكتب المذهبية، ومع قال فلان وقال فلان، بس الناس وصلوا إلى القمر ونحن في باب وفيه مسائل. هكذا يقولون، يعرضون بكتاب التوحيد الذي هو أعظم حق الله على العبيد. يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم إن هم فعلوا ذلك. هذا الحق العظيم يستهزأ به وبأهله. باب وفيه مسائل. يسخرون من أهل التوحيد والإيمان وعسكر السنة والقرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودعوة إلى الانفلات من أوامر الشرع، وتزهيد في حملة الشرع وعلماء الشريعة. والأيام هذه كما قلت لكم أعظم شاهد على صدق ما نقول، تسمعون فيها وترون العجب العجاب. فينسب أهل الإسلام والإيمان إلى التخلف والرجعية، وقديما نسبوا إلى الزندقة لأنهم أخذوا بنصوص الوحي. والمفكر كما يقولون هو الذي يعيش واقع أمته. الجهلة الذين لا يعلمون حكما ولا يعرفون حكما، هذا يعيش واقع أمته، لكنه لا يحسن أن يقدم لها دواء، وإن قدم دواء قدم داء، قدم سما فيه هلاكها، وذلك بسبب قلة علمه. والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا طبيب
صحيح. الدواء هو الكتاب والسنة، والطبيب هو العالم بالكتاب والسنة. فلا يلتبس علينا الأمر، فمن عرفناه باتباع الكتاب والسنة والتعظيم لهما والتفقه فيهما والأخذ بنصوصهما وحث الناس على ذلك والالتزام به، فهذا هو العالم والفقيه حقا. وأما من زهد في هذا فليس بعالم ولا بفقيه، وإنما هو متشبه، فليحذر غاية الحذر. وما أوقع الناس فيما نحن فيه اليوم إلا هذا المتشبه بهؤلاء العلماء، وليس هو من العلم في شيء، لا في قليل ولا في كثير ولا في قبيل ولا في دبير، ولا هو في العير ولا في النفير. فليحذر هؤلاء، وليعلم أن الأمر ليس بالجعجعة، وإنما هو بالحقائق الواضحة البينة التي تقدم عليها الدلائل الصحيحة. والدعاوي إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فإذا حذرنا هؤلاء وحذرنا منهم سلم للناس أمرهم واستقام حالهم. فيا معشر الإخوان، الله في لزوم الكتاب والسنة والاعتناء بالفقه. ونحن في هذا الزمن يقل الفقه وأهله، وترون إذا رحل العالم الفقيه لا نكاد نجد من يسد مسده، وإنما يكثر هؤلاء أهل الهرج والمرج الذين أوردوا الأمة الموارد عياذا بالله من ذلك. فما يتكلم عالم رباني إلا وعارضوه وردوا عليه قوله وسفهوه بطريق غير مباشر، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء هم قطاع الطريق على العلم والوصول إليه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته. نعم.